النهاردة بقى هنعمل مع بعض العيش الفينو بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وكمان مكوناته في منتهى البساطة، طريقة اقتصادية جدا جدا هتعجبك. يعني لا في حليب ولا لبن بودرة ولا حتى بيض ولا سمنة ولا زبدة، طريقة مش مكلفة خالص. حبة دقيق وشوية مية هيطلع معاكي أحلى من الفينو الجاهز 100 مرة، طري جدا زي القطنة، هش خفيف جدا. تابعيني لآخر الفيديو هتلاقي معايا حل لجميع المشاكل اللي ممكن تواجهك، مش بس في عمايل العيش الفينو، لجميع المخبوزات عموما. وهعرفك ازاي طريقة التسوية الصحيحة والمظبوطة هيطلع معاكي أحلى من الفينو بتاع المخابز نفسها، وهعرفك ازاي تفرزيه ويقعد معاكي الأسابيع أو أكتر من غير ما ينشف منك أو يفرول كمان منك. لو انت ما تعرفينيش، أنا اسمي زوزو. لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي ما تنسيش تعملي لي اشتراك ولايك وشير وفعلي زر الجرس، هتلاقي معانا احلى الوصفات واحلى الاكلات على القناة بتاعتنا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول عليها افضل الصلاة والسلام ونبدأ الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنا معانا كوبايتين مية عادية، احنا عشان الجو حر طبعا فنجيب مية عادية من الحنفية، كوبايتين مية. تمام، معاهم نص كوباية سكر زي ما انت شايفة، السكر المظبوط الصح نص كوباية سكر. معاهم معلقة خميرة كبيرة، انا طبعا عشان المعلقة جت صغيرة فهي المفروض ان معلقة خميرة كبيرة. وهنقلب الثلاث مكونات دول مع بعض، كوبايتين المية، اسفة معلش، كوبايتين المية، نص كوباية السكر، معلقة خميرة فورية كبيرة. وهنقلب الثلاث مكونات دول مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، انا بقلبهم اهو بالمضرب اليدوي قدامكم. طبعا هحس ان الخميرة بدأت تعمل فقاقيع كده على الوش، الخميرة بتاعتي كده كويسة جدا اهو قدامكم. هنا بقى احنا عايزين محسن خبز. المحسن الخبز هما بيستخدموه في المخابز وكده، احنا مثلا ما عندناش في البيت. اجيب كوباية دقيق بتراوح يعني 8 معالق دقيق تقريبا، فانا جبت كوباية دقيق، حطيتها على الخميرة على المية على السكر وقلبتهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلاص، محسن الخبز بتاعك في البيت يكون كوباية دقيق بالظبط، 8 معالق دقيق كبار. خلاص، قلبناهم مع بعض كده، هتسيبهم حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، وهغطيهم واسيبهم من 10 دقايق لربع ساعة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، تحس ان القوام بتاعه تقل شوية، الفقاقيع بتاعتنا زادت. هنزل هنا بقى عليهم بايه؟ بنص كوباية زيت. ما تزوديش في الزيت. ليه ما نزودش في الزيت؟ علشان الزيت لو احنا زودنا فيه هيخلي الفينو بتاعنا ينشف ويفرول منك، احنا مش عايزينه يفرول او ينشف معانا. ممكن تحطي كمان ربع كوباية الزيت، مش مهم نصها، فهماني؟ المهم ما تزوديش عن ربع كوباية الزيت. نزلت هنا بمعلقة خل كبيرة، الخل ده مهم جدا جدا في العجن معاكي، بيخليه يطلع ابيض زي القطنة، بيخليه يطلع هش وخفيف، والله بيبقى حلو قوي. جبت بقى كيلو دقيق، احنا الكيلو الدقيق بتاعنا اخدين منه الكوباية اللي احنا استخدمناها محسن الخبز. كملنا بباقي الدقيق اللي فايض مننا، نزلنا عليه برشة ملح، نزلنا بمعلقة بيكنج باودر كبيرة. جبت الاسباتيولا بتاعتي وقلبت كده ثلاث مكونات الجافة دول مع بعض، الدقيق، الملح، البيكنج باودر، وقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام، يعني احنا اخدنا كوباية من كيلو الدقيق اللي احنا استخدمناها كمحسن خبز مع الخميرة والمية والسكر. حطينا عليهم ربع كوباية زيت، وما تزوديش عن ربع كوباية زيت، ممكن تقللي كمان، انما تزودي هيطلع معاكي ناشف وما هواش طري، وهيطلع معاكي مفرول. هنا بقى هنبدأ ننزل بالسوائل بتاعتنا على الدقيق، بس مش هنزل مرة واحدة، انا مستخدمة دقيق لجميع الاغراض. انت بقى ما نيجي طبعا بنعجن، و100 مرة قلنا
في فيديوهات العجن بتاعتنا ان احنا ننزل بالسوائل بتاعتنا على الدقيق واحدة واحدة. ليه؟ علشان ممكن الدقيق يطرد السوائل وممكن يشربها كلها، فاحنا هننزل بالسوائل بتاعتنا واحدة واحدة علشان اشوف هيحتاج زيادة ولا لا. على فكرة هو اخد كمية السوائل بتاعته معايا واحتاجت ربع كوباية مية زيادة. ليه ربع كوباية مية زيادة؟ علشان انا عايزة العجينة بتاعتي تطلع طرية كده، وعارفة عاملة زي الملبن كده، طرية ما تبقاش قاسية معاكي. بعد ما عجنت وده شكل العجينة شايفين، جبت بولة او طبق حطيت فيه العجينة بتاعتي. بعد ما خلصت عجن، اهم حاجة احنا مش عايزين العجينة تخمر قوي، انا يدوب سبتها ترتاح 10 دقايق بالظبط، علشان احنا عايزينها تخمر بعد التشكيل، ما تخليهاش تخمر زيادة قبل التشكيل عشان ما تتعبكيش ويطلع برضو معاكي. التخمير الزيادة بيخلي العيش بتاعك في التسوية بيفرش معاكي، ما بيبقاش حلو، ما بينفخش لفوق كده، بيبقى مش حلو بصراحة. يعني انا جربت دي وجربت دي، فانا عشان الغلط بتاعي جربته، انا بنصحك علشان تعملي طريقة العجن وطريقة التخمير بالطريقة الصحيحة. هنا بقى طبعا بعد ما سبت 10 دقايق العجينة ترتاح، نزلت بالعجينة على الرخامة بتاعتنا. شايفة العجينة زي الملبن ازاي؟ ضغطت عليها كده بايديا، خرجت الهواء بس منها، وابدأ اقرص او تكوري او تقرصي كور بالشكل او بالحجم ده، حجم البيضة الكبيرة او بحجم الطماطماية الوسط، لا هي الطماطماية الصغيرة ولا الطماطماية الكبيرة. اقولك بصراحة انا وزنتها على الميزان الحراري بتاعي طلعت 65 جرام، فانا وزنتها بالظبط طلعت 65 جرام. ما عندكيش الميزان خلاص ما فيش مشكله، حاولي ان انت تكوريها او تقرصيها بالشكل او بالحجم اللي انت شايفاه قدامك ده، عشان القيزرايه او الفينو بتاعك يطلع مقاسه مظبوط. تمام اهو قدامك، بدأت كورت ورصيتهم على الرخامه بتاعتنا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفه كل الكور مقاس واحد، حاولي ان انت تظبطيهم ان هم يكونوا مقاس واحد معاكي. تمام زي ما انتوا شايفين اهوت. خلاص كده بنكورهم اهو. هنا بقى انا دهنه الرخامه بتاعتي بالدهنه زيت كده بايديا، مش زيت جامد او زيت تقيل، لا انا دهنت الرخامه كده بزيت كده بايديا علشان بس ما يلزقش في الرخامه او ما تعمليش بالدقيق. اهم حاجه اما تيجي تبططي العجينه، او شايفه انا هنا دهنت الصينيه اهوت دهنه زيت كده بسيطه خالص بايديا، هي بايديا دهنه بسيطه. ابدا ارص فيها الكور بتاعتنا علشان اخد واحده واحده، ابدا ابططها اهو. شايفين اهم حاجه دهنه زيت. انا اللي انا عايزه اقوله لك ما تبططيش او تكوري بدقيق علشان ما ينشفش معاكي الفينو اهو. نبدا نرصهم في الصينيه بتاعتي، انا كنت دهنها دهنه زيت زي ما انا قلت لك. خلاص ابدا ارص الكور فيها وهغطيهم واسحب واحده واحده، انا مش هغطيهم وتسيبيه يخمر، لا انت هتبداي تشتغلي على طول. بعد ما خلصتي تقريص او تكوير اللي احنا عملناه، نبدا ناخد اول واحده كورناها خالص، لان مش عايزينها تدخل في مرحله التخمير الزياده. وده طبعا انا قايله لك ان الرخامه انا دهناها بالزيت. ابدا ابطط كده الكوره بتاعتنا اهي. خلاص ابدا افردها، ممكن تفرديها بشكل مستطيل او بشكل مربع زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم. والله انا مش رغايه، في ناس كتير بتبعت لي تقول لي انت رغايه وبتتكلمي كتير، والله انا بحاول افسر لكم الطريقه بالظبط وبالتفصيل.
فانا نفسي انا ما بحبش الكلام الكتير، بس هعمل ايه بقى؟ انا بحب اوضح لكم الطريقة بالتفصيل الدقيق جدا يعني. تمام. جبتها من عند الطرف وقمت ضغطتي، جبت الطرف وتنيته كده وبدأت ابرمها والفها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وتبدأي تقفلي القفل من الجناب ومن وتقفليها بالشكل دوت. هوريها لك واحدة تانية اهيت اهو، هوريكي واحدة برضو كمان اهيت. احنا هنبططها اهوت. خلاص، برضو هتبططيها بشكل مستطيل او بشكل مربع، شكل مستطيل او بشكل مربع. تمام. تحاولي تفردي العجينة بشكل مستطيل او بشكل مربع. نيجي بقى من عند الطرف كده اهو اللي في الجنب، ابدا اتني العجينة تانية صغيرة اقفلها. ليه بقى؟ عشان انا عايزة اخرج الهواء منها. تمام. مش عايزاها تفتح من جوه، انا عايزاها تبقى كده يعني شكلها زي كايزرايه بالظبط، مش عايزه يكون فيها هواء. ابدا الف وابرمها بالشكل ده واقفلها من الجناب اهو اهو. شايفين انا لفيتها ازاي؟ اجي بقى من هنا من طرفها دوت وابدا اقفل كده التقفيل ده. اما نيجي نرصها في الصينيه او في الصاج بتاعنا، هنخلي القفل اللي احنا قفلناه ده من تحت علشان ما يفتحش معانا. اما يجي يفتح هتبقى مقفوله من تحت في الصينيه او في الصاج، طبعا مش هتفتح معاكي، والله ما هتفتح معاكي. شايفه شكل الكايزرايه لسه هتكبر، ما تخافيش، هو ده مش شكلها الحقيقي، لسه هتكبر معاكي. الفينو بتاعك هيكبر. في ناس بتسميه فينو وفي ناس بتسميه كايزر، فطبعا كل واحد حسب حريته، حسب رغبته. تمام. برضو انا عملت واحده اهو قدامكم علشان اوريكم الشكل بالظبط. تمام كده اهو. برضو هاجي من الطرف واتني تانية صغيرة كده. تمام. وابدأ الف وابرمها بالشكل دوت، واحدة واحدة واحدة. تضغط عليها بايدك كده علشان الهواء اللي جواها وما تطلعش معاكي مكتومة وما تطلعش معاكي تقيلة، تبقى هشة وخفيفة. قفلتها من الجناب، ابدأ اقفل القفل بتاعنا الاخير اهوت اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص كده. اجيب الصينيه، ادي شكل الكايزر الفينو بتاعنا او الكايزر بتاعنا. بعد ما رصناه في الصينيه انا هسيبه يرتاح يعني بصي من 5 دقايق ل10 دقايق. طبعا يكون الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره عاليه. تمام. اهم حاجه ان الفرن بتاعك قبل تسويه الفينو يكون شغال على درجه حراره عاليه لمدة 10 دقايق. لازم الفرن بتاعك يكون سخن. هنا بقى انا جبت يعني ما يجيش ربع كوباية مية ومعلقتين سكر ومعلقة زيت. في ناس بتدهن بيض، صفار بيض. انا ما بحبش البيض في المخبوزات خالص، ما بحبش ادهنه. طبعا كل واحد حسب حريته وحسب رغبته اللي يريحك. في ناس بتدهن باللبن والسكر، ما فيش مشكلة. انا جبت حبة مية، شوية مية صغيرين، ربع كوباية ومعلقتين سكر ومعلقة زيت، وبدأت ادهن العيش الفينو بتاعنا زي ما انتوا شايفين. في تركاية بقى بصراحة انا شفتها مع شيف جميلة جدا جدا، انا بحبها وبحب الوصفات بتاعتها. جبت معلقتين دقيق، نزلت عليهم بشوية مية صغيرين جدا يعني اقل من ربع كوباية، وقلبتهم مع بعض، ضربتهم بالمضرب اليدوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده اهو. شايفين؟ بعد ما قلبت الدقيق مع شوية المية، هاجي بقى احطهم في كيس. عايزة كيس اللي هو بتاع التلاجة او كيس اللي هو الحلواني اللي يريحك، مفيش مشكلة. طبعا انا هنا كنت برضو بمسح الفينو بتاعنا، باكد ان انا دهنته بالمية وبالسكر وبالزيت. عايزة تدهنيه بالصفار البيض مفيش مشكلة، اللي يريحك حسب رغبتك واللي انت عايزاه. تمام كده. بعد ما حطينا الدقيق والمية اللي احنا قلبناهم مع بعض في كيس تلاجة وفتحته كده من الجنب، ابدأ اعمل اشكال كده على الكايزر. انا عملت شوية من غير الشكل وشوية بالشكل. بصراحة هو ده حلو وده حلو، هو ده بيدي شكل وده بيدي شكل. والفرن بتاعي شغال على درجة حرارة عالية. وتبدأي تدخلي الصاج بتاعك او الصينية بتاعتك على الصاجة من تحت،
لما تحسي ان هو لونه من تحت بقى اصفر او محمر كده وحلو، طبعا هنا انا كنت برش شويه سمسم. عايزه تحط سمسم، عايزه تحط حبه البركه، مفيش مشكله. في ناس بتحبه كده، انا عملت برضو شويه كده لان في عندنا بيحبوا بالسمسم وفي ما بيحبوش من غير، بيحبوا من غير السمسم. زي ما انت عايزه برضو. دخلته الفرن، حطيته على الصاجه الرف التاني، احمر من تحت، وبعدين شغلت الشوايه عليه من فوق، حمرته برضو من فوق. كل ده بسرعة بسرعة علشان ما ينشفش منك. خرجته من الفرن، اديته بخة مية، غطيت وشه، وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصراحة هو طعمه حلو قوي قوي، احلى من الفينو بتاع المخابز. انا بصراحة عجبني جدا جدا، والوصفة دي انا هعملها وهعينه في الفريزر. ممكن تجيبي طبق فبر زي ما انتوا شايفين وتعينيه، وتحطي كذا واحده وترصيها وتغطيها بالاسترتش بتاعنا، وتعينيه في الفريزر وتطلعيه قبل ما تاكله بربع ساعه او 10 دقايق، او تحطيه في الميكروويف. بصراحه بيطلع حلو قوي كانك لسه جايباه طازه دلوقتي اهوت. اقسم بالله هش جدا. العجينه من جوه قطن كايزر او فينو، جميل جدا جدا وهيعجبك. ما تنسيش تعملي لي اشتراك ولايك وشير وفعلي زر الجرس، هتلاقي معانا وصفات جميلة جدا. شايفين قلب الفينو عامل ازاي؟ شايفين طري وهش ازاي؟ والله طريقة جميلة جدا جدا للعيش الفينو. وممكن تعملي كمية وتعينيه تخزنيه في الفريزر وتطلعي منه وقت استخدامك، مش هيكلفك حاجة. وطلع معانا كمية كبيرة. بصراحة كيلو دي طلع لي كمية دي وقدها كمان مرة. طريقة موفرة واقتصادية 100%. شايفين شكله؟